قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. سعد لي اوقاتكم صبايا، كيفكم؟ كيف الصحة؟ طمنوني عنكم، كيف الامور؟ ان شاء الله تمام. ورجعت لكم اليوم فيديو جديد هيك ان شاء الله بينال اعجابكم يا رب. كل شي يا صبايا اهم شي لا تطلعوا هلا من الفيديو، لانه بعرف يعني اكثر الصبايا بفوت اول الفيديو بيطلعوا يعني هيك مرور الكرام. يعني اهم شي يا صبايا عن جد فضلا وليس امرا، بس تابعوا لي الفيديو للاخر عن جد، هيك ما بتتوقعوا قديش هيك بتفيدوني وبتفرحوني. بتمنى منكم بس تابعوا لي الفيديو للاخر يعني فضلا وليس امرا. هلا يا صبايا بقلكن اليوم شو راح اعمل. اليوم ما طبخنا اليوم هيك عم قلكن عم اشتغل بالبستان، وقلت قومي يا ام محمود جيبي التليفون وقومي صوري لها الصبايا، لانه صار لي والله كم يوم ما عم صور لكم، هيك بحس في شي ناقصني يا صبايا. هيك بعد ما يعني طبخت وضبطت البيت وخلصت، قلت اليوم بدي اقص النعناع، لانه النعناع صاير هيك بالمرة تعبان. يعني شوفوا مثل ما شايفين هلا قصيت المنيح المنيح والباقي خليته، يعني لانه هيك بدي اضربه يعني ابو محمود بدي هيك يضرب لي بالحشاشة، يعني يقصه كلياته للاخر ما بيخلي فيه شي. هيك بعد ما نقيتهم، لانه انا غسلتهم كيف بدي اقولكم ما بغسلهم هلا الصبح. اليوم ناوي بدي اقص النعناع من الصبحيات، هيك بغسله بضل هيك فات النبريش عليه وبغسله لحتى ينضف. وهلا هيك يعني قطفت المنيح والباقي خليته للكب، يعني قطفت مسكبة واحدة، التانية لسه ما قطفتها ما لحقت. وهلا مثل ما شايفين انا زرعت مساكب هلا، وهيك كنت عم ارجيكم هلا زرعت فجل، زرعت كل شي حشايش. يعني بتعرفوا قربت يعني هيك صرنا بس تقريبا بالشتوية، يعني قربت هلا صار وقت الزرع المساكب. انا عندي بقدونس، بس هلا كمان زرعت بقدونس، لانه يعني لبن ما بيخلص البقدونس هاد بيكون البقدونس التاني طلع. هلا مثل ما شايفين عم ارجيكم المساكب، هلا بدي اسقيهم، لانه صار لي يومين، صار لي 3 ايام زرعتهم. هلا هيك بدي اسقيهم كل يوم، كل يوم بسقيهم لحتى يطلعوا، بس طلعوا بخليهم كل يومين والثالث بسقيهم. عرفتوا كيف؟ هلا هيك انا خطوه بخطوه عم ارجيكم، عرفتوا؟ هلا هيك حبيت اورجيكم كمان زرع هيك بالبستان جوا، زرع فول. هلا هيك عم ارجيكم الفولات، اجيت لحتى افتح عليهم المي، لانه هيك شفتهم عطشانين مثل ما شايفين هيك عم يدبلوا، يعني عرفتوا؟ هلا في منهم هن مو مبينين عليكم، في منهم هلا عم يطلعوا، وفي منهم طالعين. شوفوا اللهم صلي على النبي كيف طالعين، بس في هيك على التصوير مو مبين عليكم، يعني كلهم طالعين سوا. عرفتوا؟ هلا هيك عم ارجيكم، شوفوا ما شاء الله عن جد ما صار لي تقريبا 10 ايام زرعته. شوفوا ما شاء الله كيف صاير غير شكل. بكره هيك بس بيعبي مزبوط بصور لكم اياه كيف بيصير اي والله. هلا هيك عم ارجيكم عم اسقيه، يعني عرفتوا؟ شايفين ما شاء الله كيف سقايها عندي اي والله. هلا بعد ما بخلص هون يعني اجيت فتحت المي على الفولات وبدي اطلع لفوق بسقي كمان المساكب، بدي اسقيهم لان قلت لكم يعني كل يوم كل يوم بسقيهم لحتى يطلع. عرفتوا؟ هلا انا هون شغلت الموتير وبلشت بسقايه. هلا هون المسكبتين هدول زرعن سبانخ، يعني انا ما بزرع يعني كيف بدي اقول لكم، هلا بزرع وجبه ولا رمضان بزرع كمان مره تانية. عرفتوا؟ هلا هون بضل سقيهم، يعني كل يوم بسقيهم بهالشكل. بشغل الموتير تقريبا شات 10 دقايق بسقيهم وبخليهم تاني يوم. هون المسكبة هاي زرعتها جرجير، بتعرفوا الجرجير او ركة، هون بيسموه ركة يعني بلبنان، واحنا هنيك بسوريا بنسميه جرجير. والمسكبة التانية هاي كمان زرعتها بقدونس هي كمان، لانه قلت لبن ما بتطلع، لبن ما بيخلص البقدونس اللي زرعته انا يكون البقدونس هون طلع، لانه بتعرفوا البقدونس بيطول لحتى يطلع، كل شي بيطلع قبل البقدونس. عرفتوا؟ هلون كل ما بدي اسقي المساكب هذوليك هيك مر على على البقدونسات هذول بسقيهم هيك. شوفوا ما شاء الله غير شكل عن جد. يعني شوف تعرفوا صار لنا تقريبا يعني شهرين 3 أكتر، يعني هيك زرعت كل ما بقصن بحط لهم يعني هيك سماد وبسقيهم بضلوا هيك مزهزهين بضلوا خضر اي والله.
هلا كمان هون كنت هيك لما زرعت المسكة بهدول هيك رشيت رشة تحت شجرة الليمون يعني، وبشوفوا ما شاء الله كمان هيك طالع غير شكل صاير. وهون هلا أول ما ورجيتكم الفجل، أول شي طالع الفجل هلا هيك عم سقيه. شو ما شاء الله هيك هلا لسه عم يطلعوا. زرعت كمان شو اسمه الزعتر، هي اللي مسكبة الزعتر هيك اللي بيتاكل مع الأكل، ما عرفته أنا كتير كتير بحبه، خاصة جنب البطاطا الغلي أو جنب الأكل، عن جد كتير كتير طيب. وهون هاي اللي عم أرجيكم أنا كيف الصبح لما بغسل النعناع، عرفته هيك كله بضل فالت يعني، هيك بغسل فيه لأنه ما بعرف، بحس بعد ما بحوشه إذا بغسله بيعطي هيك على سواد. يعني هيك أول شي بغسله هيك لحتى بينضف مزبوط، بعدين للعصريات يكون هيك ضربت الشمس ونشف معي، وبعدين بقصته. وهون مثل ما شايفين برهومي ما شاء الله ما بيوقف داير بالحوش. اي والله هون تايم معه، والحمد لله رب العالمين. شو بدي اعمل ناشي والله هيك ما عم يصير لي، عم نزل لكم عن جد يا صبايا ما تهزوني. بس اليوم هيك قلت هالظهريات هيك بعد الظهر يعني للعصريات بلشت هيك نزلت على البستان، قلت يلا بدي خليني اجيب الموبايل وهيك بصور للصبايا، لانه عن جد صار لي كم يوم ما عم نزل فيديوهات، ما بعرف هيك مالي ما كيف بدي اقولكم يعني، عم نزل ما في تفاعل، وبالعكس لسه ما عم نزل، عم ينزل التفاعل على الاخر، وما عم يجي لا مشاهدات ولا عم يجي مشتركين. يعني كل يومين والثالث بيزيد لي واحد يعني. عن جد بتمنى كل صبية هيك بتفوت على القناة بتشترك، يعني عن جد بتعمل خير كتير كتير هيك، وربي يسعدكم ويخليكم عن جد يا صبايا، كتير كتير بحبكم. هلا هون انا بتعرف العطون السوري هيك كان عندي لما كنت حوش زيتون هيك لقيت هدول هيك يعني كم حبة يعني تقريبا شي كيلو، عرفتوا بس هن على الصينية هيك مو مبينين عليكم كتير. هون انا جرحتهم وخليتهم تقريبا يومين بالمي، يومين ثلاثة، وبعدين طلعتهم هيك صفيتها بالمصفاية، حطيتهم رشة ملح، حطيتهم على الشمس كل يوم لحتى ينشفوا معي، وبعدين بس تبلهم بورجيكم اياها عرفتوا. وهلا المسويات كان لما كنت انا عم ازي ابو محمود راح هيك اشترى لي اغراض كمان خضرة، لانه كنت ما عندي شي بالبيت ابدا، خضرة مفلسة من كل شي اي والله. إيه راح جاب لي هيك بندورة وخيار وبطاطا. هون عم ارجيكم هي المانجا، وهون شو بيقولوا لها خرمة، عرفتوا هون بيرحى يعني. قبل بيوم اجى اخي مرت اخي كان جايبين لي اياهم معهم، عرفتوا. وهون البندورة يعني هيك المستوي منيح حطيتها على طرف، والليك ميكنة حطيتها يعني كمان على طرف. وكمان جايب لي كوسة بدي اعملها هيك، بس الله ييسر على بكرة بدي اعمل كوسة بلبن هيك، والله مشتهي عليها، صار زمان ما اكلنا كوسة بلبن. يعني بكرة هيك راح اعمل كوسة بلبن، عرفتوا. كمان كانت جايب تفاح وسط اللبن، جايب لي توم وبصل، بس هيك انا كلهم فضيتهم، بس نسيت ما صورت لكم البطاطا والله ما بأسترب لكم انه كمان جايب لي بطاطا وباذنجان، يعني جاب لي خضرة من كل شيء، لانه عن جد بس ما في خضرة بالبيت بتحسي كأني شو بدك تطبخي، يعني شي بحير شو واحد بده يطبخ. يعني اذا ما في خضرة بالبيت يعني إن يوم مشيه على البرغل يوم نرشيه على الرز يعني، بس اذا ما في خضرة ما بيمشي الحال. هلا هون عم ارجيكم المانجا مشان ما بتوهوا يعني كله بندورة لانه كله صاير احمر اي والله. ايه طمنوني عنكم يا صبايا، انتو شو اخباركم، شو ايامكم، شو عم تساووا، شو عم تشتغلوا، شو في ما في. والله اشتقت لكم عن جد، والله كل يومين ما بنزل فيديو بحس هيك شي ناقصني، عرفتوا والله العظيم. كمان كان جايب هاي للاولاد هيك حبيت اورجيكم اياها، عن جد انا بحب اكتر شي باكل اكتر من الاولاد هيك كل يوم باكل لي واحدة، لانه هلا بتعرفوا صارت المدارس على طول بحط له محمود يعني باللانش بوكس، بحط له يعني اذا ما بيجيب بعطيه مثلا خارجية بيشتري من هنيك، بس هيك بحب كل شي بحط له من البيت، عرفتوا. بس هيك حبيت اورجيكم اياها عن جد كتير كتير طيبة، واكتر شي بحب هيك الابيض اللي بقلبها هلا يا صبايا وصلت معكم نهاية الفيديو، ان شاء الله هيك الفيديو اليوم هيك عجبكم نال اعجابكم، وبشكر كل الصبايا اللي وصلوا معي بالفيديو لهون، عن جد بشكركم كتير كتير يا صبايا، بكون ممنونة لكم. ومن وصلت معي بالفيديو لهون بتقلي المانجا طيبة. بشوفكم فيديو جاي ان شاء الله.